السلام عليكم ومرحبا بكم مع طبخ ليلى. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقه سال ديال الاناناس. كنحتاجو فيه 200 غرام ديال الاناناس، معلقه كبيره ديال الزبده، نص كاس نفس الكاس اللي غادي نعبرو به الليمون واللي كنعبرو به السنيده، نص كاس ديال السنيده ونص كاس ديال الليمون ديال عصير الليمون. اناناس قطعناه بحال هكا يكون غلاط شويه. كناخد كاسرونه كنشعل العافيه تكون مياله شويه وكنخوي نص كاس ديال السنيده، كنخليوه حتى يذوب. هذا هو الشكل ديالو. كنزيد عليه معلقه كبيره ديال الزبده وكنحركو دغيا، خاص النار تكون مهيله. كنزيد نص كاس ديال عصير الليمون، خاص نبعد وجهنا حيت كيطير بزاف. كنخليوه شويه، خليته تقريبا واحد دقيقه فوق العافيه. دابا كنزيد عليه الاناناس، هاد الاناناس ممكن نستعملوه مع الدجاج محمر، مع اللحم، ممكن نديروه في بزاف الاطباق. انا هنا ما طفيتش العافيه، خليتها شاعله. كنسد عليه وكنخليه حتى يتشرب هذاك الكراميل اللي درنا. كيصبح هذا هو شكله. بالطبع مره كنت كنحركو باش كاع ما يتحرق ليا، خليته تقريبا شي 10 دقائق وهو مغطي. خليته تعسل مزيان صافي. وكنحطوه يا اما كنحطوه هكا ممكن يتكال بوحدو، يا اما كنزينو به اطباق ديالنا اللي مثلا كيف فات ليا ذكرت الدجاج محمر، اللحم بالبرقوق. كنتمنى طريقتي تعجبكم وبصحه والراحه. الطبق ديالنا ديال اليوم وجد، نتمنى تجربوه وبصحتكم وبراحتكم.